السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة في فيديو جديد في القناة هنعمل مع بعض كعب الغزال. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تتفرجي عليا وتشوفيني أنا بسمة، أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الإيد. احنا هنا في القناة بنقدم سلسلة من الفيديوهات على قد الايد وسهلة وبسيطة جدا، ودايما بنكون معتمدين ان احنا نكون وصفاتنا ومقاديرنا تكون بسيطة ومش مكلفة علينا. النهاردة هنعمل مع بعض كعب الغزال او النواعم بالعجوة. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة، هقولك ازاي يطلع معاكي مظبوط جدا، وهقولك ازاي تشكليه بالطريقة اللي انت شايفاه قدامك دي. عايزة اقولك ان كعب الغزال من انواع الوصفات الحلوة جدا اللي احنا بنحبها ومتعودين عليها، وعملنا قبل كده في القناة كتير من الوصفات او المعجنات، زي البوريك بالجبنة، زي القرص بالعجوة، زي القراقيش العادية السادة. تعالي الاول نصلي على الرسول ونبدأ نشوف وصفاتنا ايه او مقاديرنا ايه. معانا كوباية الا ربع من المية، هننزل عليهم بمعلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر. احنا هنعمل هنا اختبار للخميرة، هنشوف الخميرة بتاعتنا شغالة كويس ولا لا. هندوب المية مع الخميرة مع السكر وهنركنهم في جنب، وبعد كده هنشوف مقاديرنا ايه. زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هنركن الخميرة. وبعد كده معايا كوباية كبيرة من السمنة او سمنة على زبدة، ونص كوباية من السمنة. وبعد كده هنكمل بقية نص كوباية بتاعتنا زيت، بس يكون زيت نوعه كويس عشان ما يكونش فيه ريحة ولا جخارة، اللي هي بتبقى جخارة الزيت القديم او الزيت اللي نوعه مش كويس. معانا كيلو من الطحين او الدقيق منخول، يكون متعدد الاستخدامات. اهم حاجة يكون نوع الدقيق بتاعك كويس. هننزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مرتفعة من البيكنج باودر. هنقلبه كويس زي ما انت شايفة كده، بحيث ان انت تتوهي البيكنج باودر في الدقيق كله. بعد كده هننزل بكوبايتين الزيت على السمنة اللي معانا. السمنة انا هنا عايزة السمنة تكون دافية، ولا سخنة قوي ولا باردة قوي، انا عايزاها تكون دافية عشان ما تخرصي معاكي في قلب الدقيق، لان طبعا احنا في البرد والدقيق بارد، والسمنه مش عايزاها منك تكون سخنه قوي، لان لو سخنه قوي هتخرز معاكي الدقيق. هبدا هنا اتوه السمنه او السمنه على زيت اللي معايا كلها في الدقيق، يعني هبدا افرك بالظبط زي ما انت شايفه كده. هنبدا نبس العجينه بتاعتنا، هنتوه كويس بحيث ان احنا نغلف الدقيق كله بالسمنه اللي معانا على قد ما تقدري، بحيث ان انتي ما يكونش الدقيق معاكي في حتة متغلفة بالسمنة وحتة ما فيهاش سمنة. زي ما انت شايفة كده هبدأ انزل بقى باختبار الخميرة اللي معايا. زي ما انت شايفة كده، اللهم بارك، الخميرة اللي معايا شغالة كويسة وتفاعلت زي ما انت شايفة كده. هبدأ انزلها بقى على الدقيق بالسمنة. هعجن زي ما انت شايفة كده بالظبط. احنا مش هنعجن، احنا هنلم العجينة. هبدأ ألم العجينة كده. طبعا عجينتي لسه ناقصة سوائل، محتاجة سوائل عشان تتلم معايا، فهبدأ استخدم مبدئيا كوباية من اللبن الحليب. تقدري تستغني عن الكوباية من اللبن دي وتحطي مية عادي. لو مش متوفر الحليب ممكن تحطي مية. هبدأ أنزل بكوباية اللبن تدريجيا، زي ما أنا معوداكم يا حبايبي إن الدقيق عندي مختلف عن الدقيق عندك أو في أي مكان. فزي ما قلتلكوا قبل كده إن اللبن تنزلي بيه تدريجيا، عشان نوع الدقيق بيختلف عن الدقيق، كل دقيق بيختلف عن بعضه. فاحنا هنحط اللبن تدريجيا بحيث ان احنا نشوف الدقيق هيحتاج ازيد من كوباية ولا لا، وحتى لو هيحتاج اقل نبقى انا عامله حسابي في الحاجه اللي معايا. لان زي ما انتوا عارفين ان تكلفه الحاجه اليومين دولت بتبقى مكلفه،
وبتكلف على الناس كلها. فعشان خاطر حبايبي البنات اللي لسه بادئين يخشوا المطبخ ولسه بيتعلموا جديد، ما يضطروش ان هم يبوظوا الحاجة معاهم، يبقى انت ماشية بالخطوات واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كوبايه من الحليب كامله. طبعا لسه العجينه معايا هنا محتاجه سوائل، فهبدا ازود واحده واحده. برضو هيبقى معايا نص كوبايه كمان من الحليب، هزود واحده واحده بحيث العجينه تلم معايا وتكون العجينه لينه وبتقطع مني بسهوله، وما تكونش العجينه لسه. زي ما انتم شايفين هنا ما شاء الله العجينه كانت مظبوطة معايا وبتقطع، مش مخرزة ولا لسه محتاجة سوائل. فأنا كمية الدقيق هنا، الكيلو الدقيق خد مني كوباية ونص بالظبط من الحليب. ماشية معايا من الخطوات مظبوط، هتطلع معاكي عجينة مظبوطة. زي ما انت شايفة هنا العجينة كنت لمتها معايا وما شاء الله كانت وصلت للقوام المظبوط. معايا كيلو من العجوة، كيلو الدقيق بياخد كيلو من العجوة بالظبط. هنزل عليه بمعلقة من السمنة او معلقة من الزبدة، وهبدأ اعجن العجوة بتاعتي. ما تخافيش خالص، العجوة مش هتنشف منك، عشان الناس اللي بتقول ان العجوة لما بتحطي عليها سمنة او بتحطي عليها زيت او زبدة بتنشف منك، لا، انا عايزه اقولك ان العجوه هتفضل معاكي لينه لحد اخر لحظه زي ما شفتيها في اول الفيديو. هعجنها عجنه بسيطه كده، وبعدين هاخد بالبركه حته عجوه زي ما انت شايفه كده، هحطها على كيس او على كيس حلواني او اي حاجه. المهم ان انا احط كيس تحت وكيس فوق او مشمع المتوفر عندك، وهنبدأ نفردها زي ما انت شايفة كده. هنفردها نعملها مستطيل بحيث ان يبقى سمك العجوة قد بعضه، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. الخطوة دي مهمة، خدي بالك منها. انا مش عايزة العجوة تكون تخينة معاكي في الرول اللي انت هتعمليه، انا عايزة يكون سمك العجوة سمك واحد زي ما انت شايفة كده بالظبط. هبدأ بقى اشيل العجوة وهاجي على العجينة بعد ما ريحتها وسبتها تختمر براحتها. هاخد برضو حتة منها بالبركة برضو كده، وهبدأ افردها الاول. هضمها على بعضها كده عشان خاطر الاختمار او الارتفاع بتاعها يلم كله العجينة مع بعضه، اطلع منها الهواء اللي هي دخل فيها. وبعد كده هفردها برضو زي المستطيل كده بالظبط. هتفردي بسمك بسيط، مش عايزينها تخينه لان احنا طبعا هنبرمها على بعضها ونعملها رول. فانا مش عايزه العجينه هنا تكون تخينه، لان ما تنسيش ان في خميره، والخميره بتبدا ترتفع معاكي. كل ما بترتاح يعني كل ما بتسيبيها كل ما بتبدا العجينه ترتاح وترتفع معاكي. فانا مش عايزه سمك العجينه يبقى تخين عشان ما يطلعش معايا الرول تخين. طبعا كعب الغزال زي ما احنا عارفين ان بيبقى رقات رقات، فانا عايزه الرقات هنا بتاعتي تبقى رقيقه عشان لسه بترتاح. زي ما انت شايفه كده انا فردتها مستطيل بسمك رفيع مش تخين، وببدا اساوي بايدي زي ما انت شايفه كده. وهبدا بقى اجيب العجوه اللي انا عملتها افردها على وش الرول اللي انا او المستطيل اللي انا فردته. ما تقلقيش خالص، احنا هنسوي العجوه دي خالص، بس اهم حاجه اللي انا عايزاه منك ان سمك العجوه ما يبقاش تخين ولا سمك العجينه تخينه. طبعا انا هنا عندي فوارغ، فطبعا انا مش هقص من العجينه، لا انا هبدا افرد عجوه تانية وازود عجوه. هنبدا نكمل بقيه الفوارغ اللي فاضيه دي ونزودها كلها زي ما انت شفتي كده بالظبط. هنبدا نفردها ونزودها كلها، مش هنقطع من العجينه خالص، هنزود من العجوه. الحتت الفاضيه هنكمل زي ما انت شفتي كده بالظبط. هبدا اتني اول حته من العجينه على العجوه، اقفلها كويس، وبعدين ارولها رول مضغوط، يعني ما تسيبوهوش واسع، رولي على الضيق، رولي العجينه على الضيق ولمي كويس زي ما انت شايفه كده بالظبط. وهاجي على اخر العجينه برضو على اخر الرول اللي انا عملته هقفله كويس، وهبدا ابرمه زي ما انت شايفه كده. البرمه دي مهمه جدا لانها بتفرد معاكي العجينه وبتفرد معاكي العجوه جوه.
وابدأ بقى اقطع زي ما انا عايزة تقطعي السمك ده براحتك، عايزة تصغري عن كده براحتك. القطعة قطعيها زي ما انت عايزة، زي ما انت شايفة هنا كده. شايفين ما شاء الله الرول من جوه شكله عامل ازاي؟ عايزة اقولك بقى خطوة هنا. انا هنا عايزة احط سمسم على الوش، معايا حليب ومعايا فرشة. عايزة تاخدي القطع كده وتدهنيها وترش عليها، مفيش مشكلة. عايزة الرول كله من الاول، وهوريكي دلوقتي في الخطوات تدهنيه وقبل ما تقطعي برضو مفيش مشكلة. هوريكي كذا خطوة دلوقتي تحطي على الوش ازاي السمسم كويس. انا بدهن هنا الحليب عشان خاطر السمسم يمسك معايا على وش الرول، واجيب الصاج اللي انا هطيب فيه، ومش هدهنه اي حاجه، لان طبعا العجوه بتاعتي الكعب الغزال بتاعي او النواعم بتاعتي بيبقى فيها نسبه زيت على سمنه، فما بتلزقش في القعر. او زي ما انت شايفه كده، دي خطوه برضو تقدري تدهني الوش من فوق سمسم، ان انت ممكن تمسكي العجينه وتحطيها في قلب السمسم زي ما انت شفتي كده. ده كان بقية العجينة اللي معايا، كنت برضو فردتها نفس الفردة اللي انا فردتها، والعجوة برضو نفس الفردة اللي انا فردتها، وعملتها رول. انا حبيت اوريك الخطوة دي ان احنا هنكمل بقية العجينة اللي معانا بنفس الخطوات. هتقفلي كويس عليها وهتبرميها برمتين 3 كده، بحيث ان انت تفردي العجينه معاكي وتفردي الرول كويس معاكي، وتقطعي بنفس التقطيع. وعايزه اوريكي هنا ان انت برضو لو عايزه تدهني وش الرول من الوش قبل ما تقطعي برضو مفيش مشكله. فانا حبيت اوريكم كل الخطوات عشان برضو حبايب المبتدئين اللي لسه بيبتدوا يخشوا المطبخ يبقوا ماشيين بالخطوات واحده واحده زي ما انت شايفه كده بالظبط. وهتحطي السمسم على الوش، عايزه تعملي كده براحتك، عايزه تعملي كده براحتك، مفيش مشكله. انا حبيت اوريكم كذا خطوه. وهتبداي برضو تقطعيها قطع كده زي ما انت شايفه بالظبط. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. والرسمة طالعة معاكي كويسة جدا، مش تايهة في بعضها، ولا العجينة تايهة على العجوة كده. يبقى انتي واخدة سمك العجينة بتاعتك مظبوط، وسمك العجوة مظبوط. اللهم بارك. دي كانت الكمية اللي معايا كلها كنت عملتها. وهبدأ اسوي الكعب الغزال بتاعي او النواعم. هسويه ازاي بقى؟ هبدأ ادخل في الفرن على رف وسط على درجة حرارة 180. لو عندك تايمر بالظبط على درجة حرارة 180، مفيش تايمر يبقى على اوطى حاجة في الفرن. هنسوي براحتنا خالص، واول ما تاخد لون من تحت او اما تستوي من تحت هنبدأ نشغل الشواية من فوق برضو على درجة حرارة هادية. الصاج بياخد معاكي من 20 ل 25 دقيقة بالظبط. دي التسوية المظبوطة معاكي. اولا انت معاكي الكعب الغزال رقات، فمش هياخد منك تسوية اكتر من كده. وهنا اللهم بارك كان طلع معايا ما شاء الله اللهم بارك تحفة. عايزة اقولك ان انت عاملة حاجة كده حلوة جدا، ولا ناعمة قوي ولا خشنة قوي. مقدار السمنة والزيت بتاعنا مظبوط جدا وحلو جدا ما شاء الله. اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. لو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الايد. ويا رب تكونوا استفدتوا مني، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم. اشوفكم دايما في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.